السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. جيت في هذا الفيديو نزولا عند طلب الكثير من الأخوات الغاليات على قلبي اللي قالوا لي توحشتنا وصفاتك تاع الطبخ الصحي. طليت عليكم بواحد الفيديو صورته عندي أكثر من عام، وكان في الأرشيف تاع الهاتف تاعي وأني حنتقاسمها معكم. واحد الكيكة سهلة خفيفة، المكونات تاعها يعني بسيطة، المهم صحية. هنا عندي 4 حبات بيض، درت معاهم المكونات راهم عندكم لهنا يعني بالضبط راهم يبانوا. عندي هذيك زبدة يعني طبيعية، زبدة البقر، عصير البرتقال، عندي سكر التمر ولا بودرة التمر، وهنا عندي شوفوا هذه الفرينة الكاملة كيفاش جاية، اللون تاعها اصفر. علاش؟ لانه يعني هي فرينة من القمح اللين وكاملة وطبيعية، يعني ماشي هذيك اللي تجي من برا يعني تاع البلاد، ورايحين لها مليح. النخالة تاعها هكذا تناسب الحلويات. وهذه اللي راكم تشوفوا فيها لهنا هو بودرة تاع البرتقال. عندي تاني بودرة تاع الليمون، هذه نستعملها في بلاصه لافاني ولا لي زاغوم. كما راكم تشوفوا طبعا ديروا كابتور ديكران على المكونات لانه ما هدرتش عليهم بالتفصيل. خلطت البيض تاعي مليح، ضربته مليح، ونقعد نضيف له هذاك السكر تاع التمر تدريجيا، وفي نفس الوقت درت له البودره هذيك تاع البرتقال المجفف، نضربها مليح مع البيض باش تمتزج النكهه تاعها مليح جيدا. في نفس الوقت طبعا عندكم يا اما هاد الطريقه، يا اما انكم تضربوا الاصفر تاع البيض مع سكر التمر، والابيض طلعوه اومليت، طلعوه كالثلج وتخلطوهم. هذه الطريقه راح تعطيكم كيكه هشه. كيما على بالكم ما نستعملوش خميره الكيميائيه، فهذه هي الطريقه اللي دير لكم باش تطلع لكم يعني الكيكه مليح. هنا ضربته مليح كما راكم تشوفوا. شحال قلت كلمه مليح كي اللون تاع الخليط تاعي بياض وطلع ولا خفيف، اني قاعده نزيد له لهنا 100 غرام تاع الزبده طبيعيه، زبده البقر الطبيعيه مذوبه وبارده طبعا، ونقعد نضيف فيها تدريجيا. ولهنا تاني عندي عصير البرتقال. هاد الكعكه مناسبه للفصل اللي رانا فيه، فصل تاع البرتقال، فنغتنموا الفرصه ونحضروا الكيكه تاعنا بفاكهه موسميه. خليت شويه من هذاك البرتقال وحطيت فيه ملعقه صغيره تاع بيكربونات الصوديوم، هذه اللي حنخمروا بها الكيكه تاعنا. وباش تتفاعل لازم نحطوها مع حاجه تكون حامضه، عصير برتقال ولا عصير ليمون ولا الخل، نقدروا مام مع الرايب تتفاعل. الا ما عندكش يعني عادي مغرفه رايب، صح ان بما اننا هنا استعملنا الحمضيات فسهل علينا الامر. لهنا درت حوالي 4 مغارف تاع مبشور جوز الهند، ونقعد نضيف في الفرينه تاعي. هذه الفرينه كنت غربلتها يعني وحدها، لكن كما قلت لكم النخاله تاعها مرحيه جيدا، يعني راهي بودره. هذه مناسبه بزاف للحلويات لي جينواز والكعكات هكذا اللي نحبوهم يطلعوا لنا مليح. ما كاش هذيك النخاله الخشينه اللي تعاون الكعكه باش تهبط ماشي باش تطلع. نقعد نضيفها تدريجيا ونخلط. كاين اللي يقول لك ما تستعملوش الباتور كي ديروا الفرينه، انا لا ما نكذبش عليكم، نخلط عادي وتطلع لي الكيكه تاعي عادي. هكذا شوفوا انا حطيت لكم في المقادير الفرينه بين 200 و 250 غرام، لكن شوفوا عندكم ميزانكم، المهم تحصلوا على القوام هذا اللي تحصلت عليه انا، لانه تختلف يعني. كاين فرينه تمتص سوائل، كاين فرينه اللي لا تمتص، فعينكم ميزانكم. خديت لهنا القالب تاعي في حوالي 25 سنتيمتر على 25 سنتيمتر، ادهنته بالزبده ورشيته بالفرينه الكامله نفس الشيء وبسطته. شوفوا هنايا انا حبيت الكيكه تاعي تجيني حابطه. نتوما الا حبيتوا تجي طالعه شويه اختاروا المول يكون اصغر.
دخلتها تطيب على فرن كان مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 190 درجة. نخلوها تطيب في غردها وتتحمر. كما قلت لكم لهنا جاتني حابطة لانه انا حبيتها هكذايا. نتوما تقدروا تختاروا امول صغير عليه ولا امولا كيك تاني يقدر يخرج. لهنا خديت كميه تاع دبس التمر، تقدروا تستعملوا الدبس الخروب. درت معهم 2 ملاعق صغار كاكاو مر عادي، ودرت مغرفه زبده اللي كانت طريه يعني بحراره الغرفه. وإلا كانت بارده ذوبوها وخلطوها مع هذاك دبس التمر. هكذا نحصلوا على كلاصاج للكيكه تاعنا بعيدا عن الجيكا وعن كامل الامور الغير صحيه اللي راهي تدور في الاسواق. هكذا يعني رانا راح نربحوا الفائده وفي نفس الوقت المذاق الجيد. يعني الكاكاو كي نخلطوه مع دبس التمر يعني يعطينا نتيجه رائعه. وهذيك الزبده علاش ضفتها هي اللي حتخلي لي دبس التمر تاعي ينشف. انا ما خليتوش نشف بزاف، كنت مزروبه، كنت خارجه باش نروح عند الام تاعي وديت معايا هاد الكيكه فما خليتهاش نشفت. نتوما كي تخلوها تطول تنشف لكم. حطيت عليها رشيت عليها جوز الهند، بما انه عندي جوز الهند في المكونات فدرت لها جوز الهند. تقدروا ديروها مثلا بالجوز العادي، تشبحوها بالجوز باللوز كما تحبوا، فول سوداني كما تحبوا، لكم الخيار. لهنا قطعتها مربعات. تقدروا تاني تشربوها اخواتي الا حبيتوا مثلا تشربوها مع الشاي هكذا تجيكم معسله. واش ديروا؟ تعصروا البرتقال، واحد الكاس هكذا تاع البرتقال، وتخلطوا له دبس التمر وتحطوه فوق الفرن يسخن شويه يعني واحد 5 دقائق هكذا وتشربوا به. يعني تخففوا هذاك دبس التمر بالعصير تاع البرتقال. تقدروا تشربوها تاني بدبس التمر وحده مخفف بالماء. راح تجيب لينا تاني اذا كانت معسله. هذه هي النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا. الكيكه سهله والمكونات تاعها مش حنقول لكم يعني في المتناول، لكن بالنسبه اللي راهم يتناولوا اكل صحي دوكا راهم كاينين ما شاء الله محلات اللي تبيع هذه المكونات وتلقاوهم. كاين صفحات على الفيسبوك تاني يبيعوا منتجات صحيه ويديروا توصيل حتى للمنزل والكامل الولايات. وريت لكم كيفاش جات طالعه ما شاء الله خفيفه وكما راكم تشوفوا جات يعني بنينه وتاكلوها كما يقولوا بالصحه والهنا. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها تتحفزوا الاخوات اللي بداو في الاكل الصحي ومازال ما مشاوش فيه مليح وراهم يخافوا من الكعكات. نقول لكم توكلوا على ربي سبحانه، بما انه عندكم غايه نبيله ربي ان شاء الله رايح يوفقكم. حاولوا. نوجه لكم تحيه كامل كما راكم. نقول لكم ربي يوفقكم ان شاء الله. واللي راهم يقولوا لي حطي لنا وصفات صحيه حطي لنا وصفات صحيه، مانيش نقدر نحط لكم وصفات. هذه قلت لكم كانت في الارشيف. اولا راني ندير اللي تخافوا في المطبخ وعندي بزاف ملي راني ندير ومازال ما كملتهمش فما عنديش اضاءه نهائيا، عندي اضاءه خافته بالبزاف ويعني عندي مشاكل تقنيه كما يقولوا. ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله يا ربي ييسر لي ونكمل المطبخ تاعي قبل شهر رمضان ونعود نتقاسم معاكم. نتمنى ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو هذا تدعمونا بالجيم باش يوصل لكل الناس. مع السلامه.